حقها كما تشاهد. يعني ممكن يعني العسكري يريد ان يوجه كلمه لانه يقف الان في منتصف الصحراء ولا يستطيع التواصل مع اي احد. طيب يعني اتفضل. كلمني يا باشا. انا عايز اتعرف على اسمك الاول يا اخي، اتفضل. اسمعني صابر كامل. اسمك ايه؟ هاني صابر كامل. انت مجند في قوات الشرطه؟ اه يا باشا. انت اللي كنت بتسوق العربيه المحروقه ديت؟ كنت سايق انا يا باشا. ايه اللي حصل؟ احكي لي. انا ماشيين بالعربيه، هم ضربونا بالخرطوش مش عارف ايه، اتلموا علينا عربيه ونزلوا فينا كسير وضاربين انا في وشي وكده. مين اللي اتلم عليك؟ متظاهرين كلهم بيقولوا الشرطه تضرب بيقولوا الشرطه بتضرب في المظاهرين بالخرطوش. طب انا مالي؟ الشرطه بتضرب في المتظاهرين بالخرطوش فالمتظاهرين بيقولوا لي كده احنا مالنا احنا. انت كنت رايح فين؟ احنا كنا رايحين اكتوبر يا باشا. كان مين معاك في العربيه؟ ما بلاش الكلام ده يا باشا. لا يعني انا طبعا مش عايز اسبب لك اي مشكله يا اخي الكريم. هو يبدو انه يعني يخشى من شيء، لكنه يعني انا وجدته يبكي، ويعني كنت اتحدث يعني جاء الي وقال لي انا عايز اكلم اي حد وعايز اوصل لاي حد، لان كان معايا ابنتي اللواء، وعندما تم الاعتداء على الطياره طب يا محمد، نزلوا من الطياره. ابنتي اللواء حالتهم عامله ايه دلوقتي؟ لا نعرف اين ذهبوا. هو نفسه يعني يحاول يبقى البحث عنهم، لكن يعني انت ترى ما حدث. الطريق بالكامل تم يعني تمشيطه او مطاردته من جانب قوات الامن. وهذه السياره كانت متجهه الى السادس من اكتوبر. على ما يبدو ان المتظاهرين كان لديهم تحفز من قوات الشرطه واقاموا الاعتداء على هذه السياره واشعال النيران فيها. لكن مش معروف ابنتي اللواء ما الذي حدث لهما محمد؟ لا هو يعني اكد لي هذا العسكري انه لواء طبيب في مستشفى الشرطه اسمه عصام نور الدين وافي. وهو المجند بعربيه الشرطه كان رايح يوصلهم، واضح، لمنزل هما في يعني هي ولا تابع لقوات الامن المركزي ولا هو يعني يعمل مع لواء طبيب في مستشفى الشرطه. طيب عموما ما الاحوال لديك؟